في الفيديو هذا غادي نهضروا على واحد من أقوى المفاهيم ديال مايكل ماركت ميكر مودلز، أي باختصار ديال MMXM. مفهوم كيعاونك بتفهم كيفاش سمارت ماني كتحرك في السوق، ماشي غير كتبقى تشوف الشارت وكتحاول تونتيسيبي شنو غادي يطرا أو في أي اتجاه غادي تمشي. حيت الحقيقة اللي خاصك تعرف هي أن السوق ما كيتحركش عشوائيا. everything is calculated. كل حركة، كل consolidation، كل expansion عندها دور في price delivery. قبل ما ندخلوا في التفاصيل خاصنا نفهموا واحد النقطة مهمة وحبيت أننا نوضحها، هي أنه مايكل بنفسه قال بأنه النظرية أو الماركت ميكر موديل هو مستوحى في الأصل من وايكوف، بمعنى أن الأصل ديال الفكرة جاي من وايكوف موديل. this accumulation وايكوف distribution وايكوف هي الماركت ميكر باي موديل والماركت ميكر سيل موديل. ولكن مايكل دار تعديل على هاد النماذج بواحد الطريقة اللي مختلفة شوية. التعديلات خلات اي سي تي ستودنت يفهموا السوق بعيد شوية على الباترنز ويركزوا اكثر على الكونسيبت والكونتكست ليكويديتي والبرايس ديليفري. حيت بزاف ديال ستودنت ديال وايكوف او ما يصطلح عليه بتلاميذ مدرسة وايكوف كيبقاو تابعين غير الباترن، ولكن السوق في الحقيقة ما كيخدمش بالانماط فقط، وانما كيخدم بالليكويديتي وبالسياق ديال الحركه. وهذا السبب اللي خلى اي سي تي ستودنت يقدروا يدخلوا صفقات من المناطق اللي اغلب الطلاب ديال وايكوف ما كيشوفوهاش اصلا او كتجيهم هاي ريسك. وكنقول لك بصريح العباره، لو كان هاد الماركت ميكر موديل ما تعدلش عليه بواحد الطريقه وما عطانيش النتائج اللي شفتها انا شخصيا، ما غاديش نجي نشاركو معاك. اول فيزيون خاصنا نبداو بها اخي العزيز اختي العزيزه هي أن أصل كل شيء كما قلنا، ورجع للفيديوهات السابقة غتفهم باللي كل شيء كيبدا من الكونسوليديشن. أول فيزيون خاصها تكون عندنا فين عندنا الأوريجينال كونسوليديشن. أوريجينال كونسوليديشن كتكون عبارة على الانطلاقة. ببساطة هي المرحلة اللي السوق كيكون فيها كيجمع ليكويديتي لا من الناحية ديال الباي سايد لا من الناحية ديال السال سايد باش كتبدا واحد الحركة كبيرة كما كنقول أو كتجي من وراها واحد الإكسبانشن. وحبذا لو انه ما مشاش لنا اللو الا كنا في الباي سايد اوف ذا كيرف، اي اننا شادين هاير. منين البرايس ديليفري كيكسر لنا هاد الايريه هادي اوتوماتيك ممكن انتيسيبيو اننا عندنا فيرست ستيج اوف اكيوميليشن. ايماجيني معايا ان عندك الويكلي بيرش باي سايد اوف ذا كيرف، ما عندك ما دير فيها اخي العزيز اختي العزيزه، غتسنى سمارت ماني ريفرسال، لان انت عندك فيزيون ديال البيرشنس ماشي الباي. باش نكونوا واقعيين كتعطانا فيرست ستيج اوف اكيوميليشن. كاينه واحد النقطه خاصني نشير ليها اللي بزاف ديال الناس كيغفلوا عليها. السوق ملي كيتحرك راه كيكون كيديليفري السعر بواحد الطريقه كما قلنا ديال الباي ساي اوف ذا كيرف اور سال ساي اوف ذا كيرف. نفهموها شويه بمعنى ابسط ان السوق يا اما كيعطيك باي سايد ليكويديتي ولا كيعطيك سال سايد ليكويديتي، والعدد ديال المراحل اللي كيكونوا اي العدد ديال لي فاز اللي غيكونوا عندنا على طول هاد الباي سايد اوف ذا كيرف او السال سايد اوف ذا كيرف وفي الموديل كامل كيكونوا عندنا تو ستيج، ما كنلقاوش كتر منهم. تو ستيج ماركت ميكر موديل مقرو لينا تو ستيج، يعني غالبا غيعطيك مرحله واحده ولا جوج المراحل، ثلاثه اربعه ما غاديش تلقاهم. وهذا هو الجزء من ستراكشر ديال الماركت ميكر موديل. السؤال المهم اللي خاصنا نطرحوه هو فين كتوقع السمارت ماني ريفرسال، سواء كنتي خدام بالماركت ميكر سيل موديل او كنتي خدام بالماركت ميكر باي موديل. غتعكس هاد النموذج اللي قدام. السعر ملي كيوصل لينا واحد الكي ليفل معين في الهاي تايم فريم، وباش نكونوا اكثر دقه غنقولوا واحد سبيسيفيك برايس ليفل، يعني واحد السعر معين كيوقع واحد الحدث اللي مهم، هو انه كيتاكتيفيو الاوردر ديال سمارت ماني، لانهم هذاك هو البرايس اللي كاين فيه واحد بيج شورت سيلرز. نعطيك مثال بسيط. البرايس وصل لينا اريا ديس، عندنا كي ليفر في الهاي تايم فريم ار نو، يقدر يكون في الكوارتلي 3 شهور، يقدر يكون في 6 مونثs، يقدر يكون غير في الويكلي. اول حاجه خاصها تبادر لينا وخاصنا نشوفوها ونتيسيبيو ان هذيك هي السمارت ماني ريفرسال. ملي كيوصل لنا البرايس لهاد الكي ليفل في الهاير تايم فريم، الشمعه اللي كطابي لينا في هاد الكي ليفل كتجي اوتوماتيكمون من وراها شمعه ديال الديسبليسمنت. اش كتعني بالشمعه ديال الديسبليسمنت؟ نعطيك مثال اخي العزيز. برايس طالع علينا بحال هكايا، طالع علينا بحال
طابة لينا في هاد الكليف، خلوهم خضرين. الله عليكم الصور. الوغ الشماغ اللي غتجي من ورا هادي خاصها تعطيني ديسبليسمنت هنا، تعطيني ديسبليسمنت تاع هاد الاريا باش غنونتيسيبي ان هادي هي سمارت ماني ريفيرس. هادشي مع هادي اللي كتشوفو هنا، هادشي مع اللي بقات لك هنا. سكيوز مال هاد الاخبار بات نوضح لكم المثال لانني ما كنتش حاط هاد المثال، شرح هاد المثال هذا كمل. هاد الشمعة هادي تولي الاوردر بلوك ديالك. يعني شنو خاصني نشوف؟ خاصني نشوف هاد الشمعة كما قلنا اللي دارت ديسبليسمنت، وهي الترجمة ديال ديسبليسمنت شناهي؟ حركة قوية سريعة كتبين دخول انستيتيوشنال اوردر فلو. الوغ من هاد الشمعة الاخرى كتعطينا ديسبليسمنت، وهاد الشمعة هادي كما قلت كنسموها هي الاوردر بلوك، وهي المنطقة اللي كتستعملها سمارت ماني كمرجع باش انهم يتريدو لور. يعني باش غنكملو هاد الموف هادي خاصنا نرجعو نطابيو فهاد الاوردر بلوك هذا. منا غنطابيو فهاد الاوردر بلوك اوتوماتيكمون غنهبط. الوغ كنظن ان الايديا وضحت، وهاد المنطقة هادي بالضبط سمارت ماني ريفيرسال، اي هاد الدخلة هادي اللي كندوي عليها ووضحت لكم في هاد المثال هادي هي اللور ريسك انتري، يعني افضل نقطة دخول باقل مخاطرة داخل مع السمارت ماني. ولكن واش هاد الكونديسيون بوحدها كافية؟ لا ما كافياش. دابا خاصنا نوضحوا هاد النقطة اللي جد مهمة والاغلبية كيغفلوا عليها. الاس ام تي اوتوماتيكمون كتكون مربوطه علينا بسمارت ماني ريفيرسال. شنو كتعني لينا الاس ام تي؟ الاس ام تي هي سمارت ماني تراب، وغادي نعطي عليها غير فكره صغيره حيت باغي ندير فيديو كامل عليها ونشرح الكونسيبت ديالها. مثلا كتريدي في الجولد وبان لك الماركت ميكر سير موديل كيتخيل قدامك، كتشوف الباي سايد اوف ذا كيرف طلعنا لواحد كي ليفل في الهاي تايم فريم، دروبينا منو لور بواحد الشمعة بقى لينا اوردر بلوك، رجعنا طابينا في داك الاوردر بلوك. شنو غادي نقلب عاوتاني؟ غنمشي نقلب على الاس ام تي. الاس ام تي هي انني مثلا كنتريدر جولد غنمشي نشوف واش هاد الهاي اللي تحيد لينا في هاد الكليفل المعين او اللي ما تحيدش لينا كما كنقول في هاد الكليفل المعين، غنمشي نشوف واش السيرفر مثلا كنتريدر جولد غنمشي نشوف السيرفر واش تحيد في هذاك الهاي ولا ما تحيدش. الا كان مثلا تحيد ليا في الكولد ما خاصوش تحيد ليا في السيرفر او الدولار. دي ماركت اللي كيكونوا لي بيناتهم الا واحد بالضبط هادشي مور ديتاي كما كنقول غنطرق ليه من بعد حيت غالبا كاين ربط بيناتهم. الا كنتي كتريدي الانكي اللي هو النازداك كتمشي تشوف الاي اس اللي هو الاس ام بي 500 غالبا، ولكن ماشي ديما. تقدر تمشي تشوف الكيو كيو، غدير سامبول ديال كي 3 فوا. هاد الاسواق مترابطه مع بعضياتها وما كايناش شي حاجه عشوائيه في السوق. everything is calculated. دابا غنوضح نقطه مهمه اللي هي الماركت ميكر باي موديل ولا الماركت ميكر سيل موديل. اي ريتريسمنت لاي بي دي ار كما بغى يكون نوعها باش يكمل السعر ويصنع لنا واحد الهاير هاي ولا الهاير لو، هي راه في الاصل ديالها ماركت ميكر موديل فلور تايم فريم. يعني من غتهبط التايم فريم صغير غتلقاها عباره على ماركت ميكر، يعني كونسيبت فراكتال. نفس النموذج كيبقى يتعاود في الديلي في الفور اور في الوان اور في 15 دقيقه في 5 دقائق 3 دقائق الوان مينيت. في جوهر هذا الكونسيبت كامل راه ماشي غير موديل كنحفظوه، وانما ابروش او طريقه ديال التفكير كتعاونك تفهم برايس ديليفري. يعني كيفاش السعر يعني كيفاش السعر كيتحرك من سال ساي ليكويديتي تو باي ساي ليكويديتي او العكس.